ايه رأيك في شكل البطة القمر بتاعتي دي؟ عاملين لها تتبيلة وحشوة فوق التحفة. شوفي بيضة من جوه قد ايه هي بيضة وجميلة. تعالي ابدأي معايا الفيديو ونشوف عملنا البطة القمر دي ازاي. اول حاجة بجيب البطاية وبنقعها في مية وملح وليمون وشوية كزبرة وشوية فلفل اسمر، وبتبقى معايا بصي بيضة وقشطة بالشكل ده. خلاص، هنفتح الصدر بتاعها بالطريقة دي. بس شايفين فتحتها ازاي؟ هركن البطه بقى بتاعتي وهقولك هعمل فيها ايه دلوقتي. معايا بصلتين مبشورين، هاخد منهم حوالي بس نص بصلايه كده بالشكل ده. وبقيه البصل هقولك هعمل بيه ايه كمان. هنزل بمعلقه فلفل اسمر صغيره ونص معلقه ملح. شايفه البصله بالملح بالفلفل الاسمر ده؟ عايزاكي بقى تدعكي البطه دعكه حلوه قوي بيها بالشكل ده. شايفه؟ دخلي في صدرها كده، دعكيها بره وجوه، تفرق قوي في الطعم. وهسيبها بقى منقوعه من عقبال ما نعمل الحشوه بتاعتنا. معايا حله على النار فيها معلقتين من السمنه وحاطه فيها القوانص. الاول بس تدي تشويحتين كده وبعدين تنزلي بالكبده بتاعتك. شايفين اول ما لونهم بيغير بالشكل ده تنزلي بالكبده بتاعت البطه. كده انا نزلت بالكبده. اول بس ما اللون بتاعهم برضو يغير ويخشوا في السوا بتاعهم هقولك اعمل ايه كمان. واول ما الكبده والقوانص تخش معاكي في السوا بالشكل ده بتنزلي ببقيه البصل. قلبي الكبده بالقوانص بالبصل، بامانه ريحتها تحفه، حشوه رهيبه. عملت معاكم قبل كده البط بالفريك وعملته ساده، هعمل معاكم البط بقى بالرز طعمه حكايه بامانه. بتفضلي تقلبي البصله لحد ما تاخد معاكي اللون الصفاري الجميل. واول ما وصلنا للمرحله دي هننزل بالرز بتاعنا. شايفه لونه؟ بصي بقى البطايه بتاخد كوبايه رز، بس احنا بنحب الرز تحت البطايه بنحب ناكل بيه. خلاص، لو انت حابه تعملي كده حطي الكميه المناسبه ليكي، ولو حابه تعملي على قد البطايه كوبايه واحده. تنزليش بالميه بتاعتك دلوقتي اما تقلبي الرز عشان يبقى مفلفل وجميل معاكي. هنزل بالبهارات بتاعتنا اللي هي فلفل اسمر ومكعب مرقه، نص معلقه من السبع بهار، الملح بتاعي ما بنزلش باي بهار تاني. وزي ما انا قلت لك ما تضيفيش الميه الا لما تقلبي شويه في الرز. تشمي ريحه بقى البهارات بتاعتك مع ريحه الكبد والقوانص مع البصله، ريحتها تحفه. واول ما نشف معايا الرز بالشكل ده تحطي الميه، ولازما بقى تسمعي صوت الطشطشه دي، سامعه؟ هنسوي الرز بتاعنا 50%. بصوا انا ما زدتش الرز بتاعي السوا الكامل بتاعه. هسوي الرز 50% وبعد ما يستوي هقولك هعمل ايه كمان. كده الرز اتشرب معايا خالص زي ما انا قلتلك، مش هيستوي طبعا سوا كامل. هاخد منه على قد البطه بتاعتي بس بالشكل ده. انا خدت الشويه دولت بفردهم بس عشان يبردوا شويه. اما الرز ده هكمل السوا بتاعه، احط له حوالي كوبايه من الميه او اقل على حسب بقى ايه الرز بتاعي بالشكل ده. وكملي السوا بتاعه بقى خالص، وطي عليه بقى وسيبيه. هنسيب الرز وتعالوا بقى للبطه بتاعتنا. انا نقلت البطه بتاعتي في الصينيه اللي انا هسوي فيها البطه، وهكبس البطه بتاعتي بالشكل ده. طبعا حتى لو البطايه بتاعتك مفتوحه فتحه مش كويسه زي كده عادي، احنا ما بنخيطش ولا اي حاجه وما بنسواش في ميه كمان.
شايفين انا كبستها ما بخيطهاش. عايزه تعمليها بخله السنان ماشي، بس هي ملهاش اي لازمه. بصي بقى زي ما بتحيقي الشوربه هتحيقي لي البط. معايا ورق لوري بالشكل ده، حبهان بس صاحي مش مطحون، فلفل اسمر بالشكل ده كده، ملح ابيض، مكعب مرقه، تنزلي لي عليهم بكوبايه واحده من الميه. شايفه تاتش الزور ده معاهم. ما بضيفش اي حاجه تاني. عندك ورق زبده حطي ورقه زبده الاول وبعدين ورق الفويل، ما عندكيش اعملي زي كده. وعلى الفرن بتاعك مش اقل من ساعه وربع تفتحي عليه، ساعه وربع ساعه ونص، ما بتاخدش اكتر من كده. خلاص هروح اسويها وارجع لك. وبعد مرور ساعه وربع بالظبط هتطلع معاكي بالشكل القمر ده. بتاخدي من السمنه بتاعتها وبتدهنيها كده وبتحطيها تحت الشوايه، تاخد معاكي اللون الاحمر الجميل وتقدميها. وبس كده، هي دي شكل البطه بتاعتي. شايفين شكلها؟ عملناها بطريقه سهله جدا طبعا، ولا سلقنا ولا وسخنا حلل ولا اي حاجه. شايفين النتيجه؟ متهيألي شكلها بتتكلم عنها. وعملنا شويه بيتنجان وكان عندي ورق عنب سويتهم. هو ده كان شكل غدايا النهارده. اتمنى تجربي البطه وتعجبك.